إنجاز عربي غير مسبوق ذلك الذي حققه المنتخب المغربي سيدات ببلوغه الدور الثمن النهائي من مونديال السيدات المقام بأستراليا ونيوزيلندا بعد تغلبه على نظيره الكولومبي بهدف ثمين في الجولة الثالثة من دور المجموعات. وقبل نهاية الشوط الثاني بدقائق، تمريرة من ليندا كايسيدو لاعبة أتلتيكو مدريد لم تجد رأسية سانتوس ليسي لاعبة ريال مدريد الدقة اللازمة لتمر فوق المرمى. وفي الوقت بدل الضائع، دفع واضح من دانييلا أرييس على اللاعبة ابتسام الجرايدي. لم تتردد الإيطالية ماريا سولي في الإعلان عن ضربة جزاء. لم تنجح غزلان الشباك في ترجمتها لهدف لتأخذ أنيسة الحمار بيدها وبيد الجماهير العربية والمغربية وتسجل الهدف الأول. لينتهي الشوط الأول بأفضل سيناريو، تأهل مؤقت في انتظار تعثر الألمانيات أمام الكوريات. في الشوط الثاني، اندفعت الكولومبيات للهجوم من أجل التعديل، فأرهقت كثرة التدخلات والإنذارات المغربيات، مما دفع بنيلسون أداديا من استغلاله لإنعاش خطوطه. فلم يمر الوقت طويلا حتى سنحت فرصة وقفت لها خديجة الرميشي بالمرصاد. أحس رينال بيدروس بالحاجة للتجديد والعودة في المباراة، فدفع بسلمى أماني بدل أنيسة الحماري لتعود الفرص المغربية من جديد. غزلان الشباك تصنع فرصة بتسديدة قوية اصطدمت بالدفاع، تركت ابتسام الجرايدي مكانها لروزيلا أيان فأربكت دفاع الكولومبيات وصنعت خطورة على المرمى. مرت الدقائق بطيئة على الجماهير العربية واللاعبات على حد سواء في انتظار الصافرة الإيطالية، وما إن انطلقت حتى سالت الدموع وتعالت الحناجر والدعوات مهدية أول تأهل عربي لثمن نهائي مونديال السيدات. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.